السؤال اللي حير العالم، مين احسن في الاكشن، بروسلي ولا جاكي شان ولا جيت لي؟ نبدأ ببروسلي. سرعته كانت رهيبة جدا لدرجة ان الكاميرات ما كانتش قادرة تلقطها اصلا، كانوا بيبطئوا السرعة بتاعته عشان يشوفوه. ده غير انه اخترع رياضة جديدة اسمها الجيت كوندو، رياضة قتالية معاها فلسفة عالية بتعرفك ازاي تقاتل بطريقة ذكية جدا. من الاخر غير لغة القتال في السينما تماما. نيجي للي بعده، هو جيت لي. البارع واخد بطولات كتيرة جدا في الوشو، كان بطل وطني. الراجل ده يا جماعة كل حركة ليه تحسها تحفة فنية كده، مش ضرب وخلاص. رهيب جدا، واكتر حاجة بيشتهر بيها قدرته الرهيبة على الدقة والتوازن. وطبعا العبقري جاكي شان، اسلوبه كان بيجمع بين الكوميديا والخطورة المخاطرة، كان عبقري الاكروبات. ومش هنقدر نتكلم عن كمية الألم اللي كان بيحس بيها بعد كل مخاطرة. الكونغ فو بالنسبة له مش ضرب وخلاص، لا ده كان بيتحدى الجاذبية، جاذبية الارض وجاذبية السرعة. مفيش كاميرا قدرت تلقط السحر بتاع المخاطرات بتاعته. ونيجي للسؤال الاهم، لو هنتكلم عن الدقة فهو جيت لي، لو هنتكلم عن السرعة فهو بروسلي، لو هنتكلم عن المهارة والشقلبة فهو جاكي شان. بس نتكلم بصراحة، بروسلي هو أول واحد فتح الطريق لجاكي شان وجيت لي. من غير بروسلي ما كانش هيبقى فيه كونغ فو أصلا في العالم، فهو اللي فتح لهم الطريق إن هم يتشهروا. دي وجهة نظري. كان معكم مصطفى صاحب المغامرة. اعمل لايك، يا رب نوصل مليون. سلام.